السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هعمل معاكم مكرونة سباكيتي بالصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا بوريلكم ميه بعد ما خلصتها. هبدأ معاكم الفيديو. دي ميه بتغلي، انا بكسر المكرونة بس عشان خاطر العيال يعرف ياكلوها. اللي عايز يحطها سليمة زي ما هي يحطها، بقسمها بس نصين كده عشان بس معايا عيال صغير يعرف ياكلوها. كده حطيتها وكده رميت شوية ملح في المية، والزيت انا بحطوش في المية. كده بوريها لكم اهي، كده انا بقلبها ايدي فيها على طول عشان ما تتعجنش. كده بوريها لكم كده انها طابت. صفيتها، وبعد ما صفيتها شطفتها بكوبايه ميه ورحت حاطه عليها الزيت. بحط عليها الزيت بعد ما اصفيها، ما بتتلتش بقى، ما بتتعجنش بقى معايا. كده اعمل الصلصه بتاعتها، شويه زيت ومعلقه زبده وقد 5 فصوص توم كده اهو. دقيتهم واقلبهم مش كويس، بس مش هخليهم يسمروا ولا داخلين على الصفر، بس عشان ما تمررش معايا الصلصه ويبقى طعمها حلو. كده هنزل بالتوابل بتاعتي على التوم قبل ما تش الطماطم. فلفل اسمر وتوابل شامله 7 توابل. كده نزلت بعصير الطماطم، كده اقلبها كويس واغطيها بقى لحد ما تعصق شويه. نزلت بالملح برضو معاه. بعد ما تقلب معاكم تنزلوا بمعلقه السكر ممسوحه عشان تديها طعم. وادي بعد ما حطيت عليها الصلصه معاكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم.